هل لاحظت إن إحنا بقينا مش طايقين بعض؟ أخ أخته، زوج زوجته، صحاب بقالهم كتير، حتى الناس اللي في الشارع اللي ما يعرفوش بعض، بقت كلمة صغيرة ممكن تعمل مشكلة كبيرة. يا ترى إحنا اتغيرنا ولا الدنيا اللي بقت تقيلة؟ خليك معايا لأن الموضوع أعمق مما تتخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد ودي قناة نبض الحياة. بنفهم اللي جوانا عشان نعرف نعيش صح. أغلبنا دلوقتي عايش تحت ضغط مادي أو ضغط نفسي أو ضغط عضوي أو ضغط حتى تفكير. بقينا نزعق ونغضب بسرعة من أقل حاجة، وكأن الصبر ده بقى عملة نادرة. فتقوم المشكلة بسبب العصبية وإن محدش سمع وفهم كويس، وكمان بقينا متوقعين من بعض كتير. دعم دايما، فهم من غير كلام، اهتمام طول الوقت. ودايما لما التوقعات بتعلى من البشر الخيبة بتعلى معاها. والحقيقة الصعبة إننا بقينا نطلع تعبنا وضغطنا على اللي حوالينا. وده مش اتهام ولا عشان احنا وحشين، ده عشان احنا مضغوطين وتعبانين. ولا مش طايقين بعض عشان قلوبنا سودة، لا دي عشان قلوبنا مجهدة. مش مطلوب مننا نغير الدنيا، مطلوب بس نهدى ونسمع، وقبل ما نرد أو نحكم نفهم وتفتكر إن غالبا اللي قدامك ده مضغوط وتعبان زيك. مش معنى إنك هادي إنك ضعيف، ولا معنى إنك طيب إنك ساذج. لا، الهدوء والطيبة والرحمة دي قوة. وأحيانا برضو التعب والضغط اللي جوانا ما بيكونش سببه إحنا، سببه ممكن يكون ناس وجودهم بقى تقيل في حياتنا. وده موضوع مهم بإذن الله نتكلم عنه في حلقة الخميس الجاي. وفي الختام صلوا على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.